الإخوان حنايا في هاد القناة هادي راه كنحاولوا ما أمكن نتعاونوا معاكم ونخدموا تمارين، نخدموا أي حاجة اللي عندكم فيها مشكل، ونخدموا أي حاجة عندها علاقة بالدومين ديال الديسان والأشغال الكبرى، راه ما كنربحوا حتى حاجة. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على الأنواع ديال الإسمنت وفين كيتستعملوا وإمتى كنستعملوهم وشنو هما الأنواع الأكثر استعمالا في المغرب. دونك عندنا بزاف ديال الأنواع، يعني كاينة CPG 45، كاينة CPG 35، كاينة CPG 55، وكاينة CPA 55، وكاينة CPG 65. دونك الأكثر استعمالا في المغرب هما جوج بزاف، كاينة CPG 45 وكاينة CPG 35. دونك ديك 45 و 35 هما بالميغا باسكال. هادي من الناحية الأولى. يعني فوقاش كنستعملو CPG 45، يعني هادي خدوها كمعلومة، يعني كمعلومة الإخوان. CPG 45 كنستعملوها بزاف فاش في البيطون والبيطون أرمي، يعني شي حاجة اللي فيها الحديد ولا شي حاجة اللي فيها غير البيطون بوحدو، بحال مثلا الشيناج، اللونغرين، الضالا، يعني بزاف. والحاجة اللي فيها الحديد ضروري كيخصك CPG 45. علاش؟ لأنه عندها واحد المقاومة اللي هي كتر مقارنة مع 35. بالنسبة للCPG 35 إمتى كنستعملوه؟ هي كنستعملوها بزاف في الفينيسيون، يعني بحال مثلا المرطوب، يعني المرطوب ديال الحيط، باغي دير المرطوب ديال الحيط خاصك دير CPG 35. ولو يقولها لك المعلم، يقولك المعلم لا دير 45، لا أخويا أنا بغيتك دير لي 35، دير لي 35 صافي، أنا بغيت 35 دير لي 35. حيت هي أنا كنفضل تستعملو 35 في المرطوب لأنها كتفيني. أنا نقولك علاش مديرش 45، لأن CPG 45 هي كدير واحد التشققات، يعني كتشقق، فهمتي؟ يعني حيت كتنشف بسرعة كدير تشققات، والحيط خصو ينشف بواحد الطريقة اللي هي بشوية وببطء، يعني باش أنه ينشف بشوية باش يتفادى ديك التشققات، يعني 35 خصوصا في الأماكن اللي فيهم بحال قلتي الحرارة بزاف، يعني اللي فيهم الحرارة بزاف خصوصا ضروري 35. هذه من ناحية تانية. ندوزو لواحد الناحية أخرى بالنسبة للفورمة، يعني الفورمة اللي كتكون تحت الجليج أو لا موزيك أو لا أي واحد شنو كيدير. بالنسبة لديك الفورمة خاصة بحال قلتي، يعني الدوزاج، خاص الدوزاج يكون ناقص شوية. إذن 35 هي اللي كتستعمل بزاف الإخوان في الفورمة. واخا يقولك المعلم دير 45، لا خويا أنا بغيتك دير لي 35، هي الأكثر استعمالا. إلا استعملتي 45 نقولك علاش. إلا استعملتي 45، إلا استعملتي CPG 45 في الفورمة غادي يكونوا ديك التشققات، حيت كما قلت لك 45 يعني كدير تشققات هي شوية. غادي إلا درتي 45 غادي دير لك واحد التشققات، وهذا الشيء غادي يأثر لينا على الزليج أو لا موسيقى ولا أشنو درتي انت من فوق ديك الفورمة. بحال مثلا دابا CPG 35 ميمكنش نعمرو بهم الشيناج أو لا الضالا أو لا. علاش؟ حيت المقاومة ديالها ضعيفة شوية، وهذا الشيء غادي يخلي واحد التشقق وغادي يتهرس، يعني بحال مثلا الشيناج أولا الضالا أولا إلا درتيها بال35 يعني غادي تبقى تهرس وغادي يبقى تبين لينا التشققات. يعني كما قلت لكم CPG 45 هي كنديروها في الشيناج، كنديروها في اللونغرين، كنديروها في الضالا، بحال هاد الحوايج هادو ضروري 45. أما بالنسبة للفينيسيون المرطوبة الإخوان ضروري 35. أنا كنفضل، حيت كل سيمة عندها واحد التخصص ديالها. هادو هما الأكثر استعمالا في المغرب 35 و 45. دابا غادي ندوزو كما قلت لكم للCPG 55. يعني فوقاش كنستعملو ديك CPG 55؟ هادي إلا كانت الأرض فيها الماء بزاف، يعني ملي كتبغي تبني كتحفر، ملي كتحفر كتبان لك الأرض. إلا كان فيها الماء بزاف أولا كانت بحال قلتي شربات الماء بزاف كنستعملو CPG 55. هادي في هاد الحالة بالضبط هي فاش كنديرو CPG 55. يعني إخوان خذوا كنصيحة، إلا كنتو كتحفروا أولا كنتو حضرتو لواحد البلاصة
وحفرتوها كتستعملو ولقيتو فيها الماء بزاف، أنا كنفضل تما تستعملو ال55 وإلا هدرتو ليها راه غادي تشوفو بعينكم، يعني الأرض فاش يكون فيها الماء بزاف راه كتستعملو CPG ل55. ونتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم، بارطاجيوه مع صحابكم واللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في كومونتير.